مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست التمريناتي، وحدوتة جديدة من حواديت موسمنا الجديد. حواديت. احنا بقينا مش عارفين نرتاح، حتى واحنا ما بنعملش حاجة مش عارفين نرتاح. الموضوع مش كسل، الموضوع اكبر من كده بكتير على فكرة. النهاردة هنتكلم عن اسباب احساسنا الغريب بالتعب والارهاق والخمول. ليه دماغنا مش بتسكت، ما بتفصلش، ما بتبطلش. حضرتك او حضرتك كل يوم تصحى تعبان، تروح الشغل تعبان، ترجع البيت علشان ترتاح تعبان. حتى وانت نازل مع اصحابك او مع اصحابك المفروض تفكوا عن نفسكم مرهقين وتعبانين. السؤال هنا بقى، هو انا تعبان ليه؟ هو انا عملت ايه يستاهل التعب ده كله؟ وخصوصا ان احنا بنتكلم في تعب بدني مبني على تعب ذهني، فالموضوع مرتبط ببعض، الموضوع مش مفصول. فايه اللي بيحصل وايه الاسباب دي؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده مع بعض. مش كل التعب سببه شغل. في تعب بيتعبك وانت مش حاسس بيه. يعني مثلا انت دايما ماسك تليفونك، سكرولينج، بتلف تفر، فيسبوك شوية، انستجرام شوية، سناب شات شوية، واتساب شوية، عمال تجيلك اشعارات نوتيفيكيشنز كل شوية كل شوية، فانت متعود ان انت على طول بتعمل حاجة على التليفون. بلاش التليفون، قاعد قدام اللابتوب في الشغل، قدامك بقى اكسل، وورد، باوربوينت، فوتوشوب، اوتوكاد، اي حاجه من الحاجات اللي انت بتشتغل عليها ايا كانت طبيعه شغلك. ده غير طبعا القرارات الصغيره اللي بتستنزفك ذهنيا وانت مش واخد بالك. تعال نتكلم بشويه تفصيل وبالظبط في 3 نقط عن الحاجات دي. اولا احنا عايشين في منتال اوفرلود، او حمل ذهني زائد او مفرط بشكل مستمر. ليه؟ لان دماغنا مليانه مدخلات، انبوتس كتير مستمره طول ما انت صاحي. مقارنات، ده بدل ده، هناك بدل هنا، مقارنات في كل حاجة. سوشيال ميديا، لو عندك وقت فراغ في السوشيال ميديا بتاخد وقتك كله، فما بالك كمان لو شغلك على السوشيال ميديا. لو انت مثلا ديجيتال كونتنت كريتور، او واحد ماسك سوشيال ميديا لشركة معينة، ده شغلك كمان، هتفلت منه ازاي؟ ده غير طبعا الاخبار اللي بيجيلك من الناس اللي حواليك، اخبار من السوشيال ميديا، اخبار من التلفزيون، وحاجة يعني تخبل، والاخبار ما تسرش، ما نضحكش على بعض. ده غير طبعا الشغل واللي بيحصل فيه وقراراته والتفكير، وميتينجز هنا وفلان عايزك وفلان عايز منك حاجة. كل ده بيخلي مخك دايما شغال. ده المينتال اوفرلود، او الحمل الذهني المفرط او الزائد. تاني حاجة عندنا حاجة اسمها الديسيجن فاتيج، او ارهاق اتخاذ القرارات. اتخاذ القرار في حد ذاته مش مرهق، الا طبعا لو كان في بقى برين ستورمنج وميتنجز ورايحين من هنا ومستنيين فلان يقول رايه مش ده اللي بنتكلم فيه. احنا بنتكلم في اتخاذ قرارات صغيره على مدار اليوم. حاجات، مش قرار بقى ان انا هقعد اجتمع مع ناس عشان اخد القرار، لا. قرار مخك بياخده في شويه وقت، بيستهلك شويه طاقه. زي هاكل ايه النهارده، هشتغل الحاجه دي ولا الحاجه دي، هلبس ايه وانا نازل، هروح فين وانا نازل مع اصحابي بالليل، وهكذا. قرارات صغيرة جدا بس مستمرة طول اليوم، وبتستهلك طاقة من دماغك، فبالتالي بترهقك. تالت حاجة بنعاني منها كلنا هي حاجة اسمها اللاك اوف كلوجر، يعني عدم وجود قفلة، عدم وجود نهاية، عدم وجود شيء
كامل 100%. مش قصدي كامل اللي هو الكمال لله وحده يعني، بس انا قصدي ان حاجه تخلص وتتقفل. بمعنى انك بتبدا تشتغل في حاجه وفجاه يطلع لك حاجه تانية، مديرك ينط لك يقول لك عايزين ده يخلص دلوقتي، بص الكلاينت مش. فهتسيب الحاجه الاولانيه على جنب وتشتغل في الحاجه التانية اللي طلعت فجاه دي. ممكن مع اندماجك في الحاجه التانية تنسى الاولانيه، بس مخك مش ناسي. في الخلفيه في الباك جراوند مخك مش ناسي، مخك لسه منور اللمبه ما شدش الفيشه. فلمبه هنا ولمبه هنا ولمبه هنا بيخلي مخك تعبان من كل اللمض اللي شغاله دي، عامله زي باب التلاجة اللي موارب، لا منه اتقفل ولا مننا فتحناه عشان ناكل. انت محتاس. فالثلاث حاجات دول بيخلوا دايما مخنا شغال، وبالتالي استهلاك طاقة من الجسم تخليك ترهق بدنيا نتيجة إرهاق مخك، حتى لو أنت مش حاسس إن مخك شغال. طب وبعدين؟ هل هنفضل كده تعبانين طول عمرنا؟ أكيد لأ. في حلول. بس ركز معايا، أنت مش تعبان، أنت مشغول، أنت مستنزف. علشان كده تعال أقول لك على الحلول اللي هتقلل تعبك ده على قد ما نقدر. احنا بنقول حاجات هنحاول نعملها. تمام؟ تمام. أول حاجة، حاول تقلل المدخلات الكتير اللي مخك بيتعامل معاها بشكل يومي. زي ما بنقول للأطفال، وده مش عيب إن احنا نقول لنفسنا، نقلل السكرين تايم على قد ما نقدر. ما قلتلكش امنعه، بس قلله على قد ما تقدر. اللي تقدر تقوله لحد في وشه بدل الواتساب او الايميل او ميتنج على تيمز، قوله له في وشه. تمام. انا عارف طبعا ان احنا لازم نوثق كلامنا بايميل وعلى تيمز والواتساب عشان اخد سكرين شوت عشان احمي نفسي. انا فاهم. بس اكيد مش كل المحادثات وكل الكونفرسيشنز اللي بيننا وبين الناس في الشغل حاجات بتلبس في الحيطه. فانت ايه اظبط نفسك كده شويه في الحاجات. الفطار مثلا الصبح مش لازم على الواتساب ولا على الايميل. لفوا على المكاتب كده، حركوا رجلكم شويه. هتاكل ايه يا احمد؟ هتاكلي ايه يا دعاء؟ هتاكل ايه يا ابراهيم؟ اي حاجه، ورقه وقلم كده. ها. تاني حاجه، دي حاجه جميله جدا ولو عملتوها هتحسوا بفرق. اخترع لنفسك حاجه، سميها روتين نهايه اليوم، سميه هديه نهايه اليوم، سميه زي ما تسميه. المهم انها تكون حاجه بتعملها كل يوم في نهايه اليوم، تحسسك انك خلصت اللي وراك. مش هبص في شغل تاني، ولا هبص في موبايل تاني، ولا هبص على لابتوب تاني لغايه بكره. ايا كانت بقى الحاجه دي ايه، دش حلو، وجبه، سناك معين، مشروب بتحبه، جيم بتحب تلعبه، اي حاجه. المهم ان الحاجه دي تحصل يوميا بعد نهايه يوم العمل، وتخليها روتين، خليها متكرره في نهايه كل يوم، عشان عقلك يتدرب ان الحاجه دي لما تحصل يبقى احنا كده شدينا الفيشه خلاص، اليوم انتهى. فده هيريح مخك، وبالتبعيه جسمك كمان هيرتاح. اخر نصيحة هي انك تحاول تركز في حاجة واحدة بس وتخلصها 100% على قد ما تقدر، برضه كل ده على قد ما تقدر من غير ضغط، بحيث انك تمسك التاسك، تمسك الحاجة اللي في ايدك تخلصها تماما، واقفل صفحتها وابدأ صفحة جديدة. ما تسيبش لمض متعلقة مفتوحة كده في دماغك، لان ده هيتعب دماغك حتى لو انت مش حاسس، وبالتالي جسمك هيرهق. الخلاصة ان المشكلة هنا مش في الطاقة اللي عندنا، المشكلة احنا بنفضي طاقتنا دي في ايه. لو عرفنا نتحكم في الحتة دي، طاقتنا هتكفي وهتفيض، ومش هنحس بالتعب العقلي او الذهني اللي هيؤدي بالتبعية للإرهاق البدني اللي كلنا بنعاني منه. ولا ايه رأيكم؟ في نهاية الحلقة بحب أشكر دكتور أحمد رفعت اللي بعت لنا رسالة بتتكلم عن الموضوع ده، وكان بيقول لي إن هو بيستقبل حالات كتير جدا خصوصا من جيل الثمانينات، لان احنا جيل عنده الورك ايثكس، عنده اخلاقيات العمل، عنده حته الحميه وحته ان هو عايز اخلص وعايز اشتغل.
على عكس الاجيال اللي بعدنا، بدون اساءه، بس دي حقيقه للاسف يعني. فدكتور احمد بيقول دي نصايح هو بينصحها لكل الناس، وحب ان هو يشاركها معانا، علشان بتجيله حالات كتير جدا في العياده. الناس جايه مرهقه من المصيف. انا رايح اريح دماغي، مش قادر ابطل، دماغي تعبانه، دماغي تعباني، وتعبه جسمي معايا، فانا اعمل ايه؟ فهو بينصحهم بالنصايح دي، وشاركها معانا مشكورا. ومشكور طبعا على الرساله اللي الهمتنا بالحلقه دي. وبشكرنا ليه بختم الحلقه، واتمنى تكون عجبتكم، واتمنى النصايح اللي فيها تنفعنا كلنا وتريحنا كلنا. ده غير انها ممكن تكون نورت لنا شويه اسباب احنا ليه تعبانين اصلا، وازاي نقدر نتعامل معاها. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في حلقه جديده وحدوته جديده من حوادثنا. مع السلامه.